والله العظيم احنا كمان بنخاف على الكلى بتاعتك زي ما انت خايف عليها، وبالتالي هقول لك النهارده ازاي احنا كدكاتره روماتيزم بنتابع وظائف الكلى في الامراض الروماتيزميه المختلفه. اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. اول حاجه لازم تبقى عارف اعراض تخليك تشك ان في مشكله في الكلى. ايه هي الاعراض دي؟ واحد، ان يكون في ورم بدأ يظهر في رجلك. اتنين، ان بدأ يبقى في ورم في وشك. تلاتة، بدأ يبقى في صداع وتقيس الضغط تلاقيه عالي. أربعة، ان طعم الحاجة بدأ يتغير في بقك وبدأت تلاحظ ان اللسان فيه شوية ورم. دي الأعراض الأولية خالص ان في بداية مشاكل في الكلى. نمرة اتنين، مهم قوي تبقى عارف ان احنا اوتوماتيك قبل ما نبدأ اي أدوية بنعمل وظائف كلى، أهمها طبعا الكرياتينين في الدم، واحيانا بنستخدم البولينة كمان. نمرة اتنين، ان اي مريض ماشي على اي ادوية باستمرار للروماتيزم، سواء كانت ادوية منظمة للمناعة، سواء كانت مضادات الالتهاب، سواء كانت ادوية خشونة، ايا كان تشخيصه، بنعمل بشكل دوري كل 3 شهور وظائف كلى الكرياتينين. طب مين بقى يا دكتور حسام المريض اللي لازم نقيس له نسبة الزلال كمان في البول؟ الامراض اللي مشهور قوي ان الكلى ممكن تتأثر فيها، زي الذئبة الحمراء، زي مريض سكر بقاله فترة كبيرة جدا، زي مريض التهاب أوعية دموية مناعي من الأنواع اللي ممكن تأثر على الكلى، زي إن يكون عند المريض متلازمة بهجت أو تيبس الجلد المناعي. وبالتالي احنا بنكتشف مبكرا جدا اي تاثر في الكلى في الاول، وبنعدل في الخطه العلاجيه سواء الدوائيه او حسب نشاط المرض بناء على الوظائف اللي بتطلع لنا ونسبه الزلال في البول لو احنا لقيناها مرتفعه. وما تقلقوش خالص ودمتم سالمين.